في ناس نورهم ما بيبانش في وشوشهم، بيبان في كلامهم. ناس اتخلقوا في الضلمة بس قرروا يبقوا شمعة. أنا مالك، والنهاردة الحكاية طالعة من حتة صعب تتوصف، من قلب فقد البصر وما فقدش البصيرة. دي لحظة من اللي بنعيشها جوه الروح هنا في بوك بايتس بالعربي. بس النهاردة هكون طه حسين. أنا طه، كنت الطفل رقم 7 من 13. اتولدت في عز الفقر في بيت بسيط في صعيد مصر. وأنا صغير فقدت بصري، بس عمري ما حسيت إني أعمى. كنت بشوف بطريقتي، كنت بسمع الأصوات وارسمها في دماغي. أمي وهي بتحضر الأكل، ريحة الطين بعد المطر، كنت حاسس بكل تفصيلة. أبويا كان موظف بسيط، بس البيت كان فيه كتب، وكنت أحب أسمعها، أحفظها، أعيش جواها. كبرت ودخلت الأزهر، كنت بسأل كتير، وده ما كانش عاجب الكتير، كنت حابب أفهم مش هكرر. بعدها رحت باريس، مكان جديد، ناس جديدة، وأنا غريب وفقير وكمان أعمى، بس كنت حاسس إن العلم هناك بيندهلي. درست وتعلمت وحبيت. قابلت سوزان، شافت فيا الإنسان مش الإعاقة. ولما رجعت مصر كانت هي مراتي ونور طريقي. بدأت أكتب، وكل مرة أكتب ألاقي الناس منقسمين. ناس تقول ده بيفكرنا بنفسنا، وناس تقول ده بيهين الدين. في الشعر الجاهلي كانت الشرارة. الناس هاجت، بس أنا كنت بدور مش بكفر. ومع كل ده كنت بحلم بولد صغير في قرية عنده كتاب، ببنت في مدرسة بتسمع صوتها وهي بتقرأ، ببلد تقرأ قبل ما تحكم. بقيت وزير للتعليم، وقلتها بصوت عالي: التعليم زي الهوى، حق لكل واحد. وكتبت الأيام ودعاء الكروان والمعذبون في الأرض. كل كلمة منهم طالعة من القلب، من الوجع، من الإصرار. ما كنتش بدور على شهرة، كنت بدور على معنى. أنا طه حسين، أنا الصوت اللي ما سكتش حتى لما اتكسر. أنا العين اللي ما شافتش بس فهمت. أنا اللي عاش في الضلمة وقرر ينور لغيره. ودي كانت حكايتي، بصوتي وبصوت الناس اللي زيي، في بوك بايتس بالعربي. سلام.